السلام عليكم ورحمة الله. ما يمكنش هذا الفيديو ما يأثرش فيك وخا يكون قلبك حجرة. لهذا الشخص السوداني اللي كان توضر في الصحراء، سمعوا الكلمات الأخيرة شنو غادي يقول قبل ما يتوفى مسكين الله يرحمه. الو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال؟ تمام يا اخواننا، والله مكتوبة ومقدرة والحمد لله على كل حال، فهذا ما أراد الله. والله ما يعني أردنا هكذا، ولكن تسطرت، فهذا ما أراد الله. لن نخطط لها، ولكن هذه إرادة الله. فيا أخواني أعفوا عني، أعفوا عني يا إخواني. كل من أراد مني دينا ولم أنجز أن أسدده له، يا إخواني كل من أراد مني دينا أريده أن يعفي عني. والله هذا لن أخطط له، وهذه هي مشيئة الله. فيا إخواني أعفوا عني، ويا زوجتي ألزم الصبر، ويا زوجتي ألزم الصبر، ويا زوجتي ألزم الصبر، وابقي 10 على الوليدات، وهذه إرادة الله. عفيت عنك فاعف عني، عفوت عنك فاعف عني، عفوت عنك فاعف عني، ويا أبي أعفي عني، ويا إخواتي أعفوا عني، ويا إخواتي أعفوا عني، ويا إخواني أعفوا عني، ويا أعمامي وعماتي أعفوا عني. واذكروني يذكركم الله، اذكروني يذكركم الله. وهذا ما أراد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا إله إلا